خلينا نتفق على حاجة، إن المسؤول الوحيد، أو مش الوحيد، المسؤول الأول على إنك تزيد عضلات أو تنزل دهون هو الأكل اللي أنت بتاكله، هو الكالوريز اللي بتدخلها لجسمك. فما تجيش بعد فترة معينة من الوقت، بتقول 3 شهور ولا 6 شهور، تقول أنا ما زدتش ليه، أو تكون بتعمل دايت وتقول أنا ما نزلتش ليه، وأنت مش مركز في كمية الأكل اللي بتدخلها لجسمك. فدي المسؤول رقم 1. فلو عايز تزيد عضلات أو تخس دهون، لازم تركز مع الكالوريز اللي بتدخلها جسمك أو كمية الأكل اللي بتدخلها